مساء الخير. الساعة 4:30 الفجر تقريبا احنا بنريك الفيديو ده. هو الفيديو بكل بساطة هنتكلم فيه عن ايه؟ عن حاجة واحدة بس، هي فكرة ازاي نجيب اول عميل لو انت جونيور او ميد ليفل او سينيور. والحاجة التانية لو انت فريلانسر وعايز اللي انت تسكيل بشغلك ومش عارف اللي انت تجيب عملاء، هتجيب عملاء ازاي. الفيديو ده مش مختص على حد معين، هو ينفع لكل المجالات، ينفع للإديتنج، ينفع في التصوير، ينفع للناس بتاعة الجرافيك، الكونتنت كرييشن، كل الحاجات دي. اي مجال تقدر تشتغله من البيت حرفيا، يعني ده ممكن ينطبق عليه نفس الكلام ده. الفيديو ده انا هشرح لك كده حاجة بسيطة: مين هو اصلا العميل، ازاي نحدد العميل المستهدف بتاعنا، منين نقدر نجيب العملاء او ايه المصادر بتاعه العملاء، واخيرا ازاي نتكلم اصلا مع العملاء. حلو كده حلو كده. وبص، في 3 اسئله العميل دايما هيسالهم لك او لازم انت تكون حاططهم في دماغك. هنا دلوقتي احنا هنبدل الكراسي من كون اللي انا شخص بيدور على العميل لشخص بيفكر تفكير العميل. طيب العميل هيسال ايه؟ العميل هيسالك 3 اسئله. اول حاجه، انت مين؟ وليه انت مش حد تاني؟ وانت بتعمل ايه اصلا؟ طيب كل سؤال من دول بيكون ليه غرض او اجابه معينه. انت بتعمل ايه هنا المقصود ان العميل بيقول لك انت شغلك ايه او انت هتساعدني ازاي بمعنى اصح. السؤال التاني، وليه انت مش حد تاني، وهي فكره هنا انت لازم تفكر التفكير بتاع انا مهاراتي ايه عشان اقدر اقدمها للكلاينت اصلا. السؤال التالت والاهم، انت مين؟ وده بيكون الجزء التعريفي بيك، مش انت مين اللي هي تقليلا منك لا سمح الله. نرجع الكراسي مكانها واسال نفسي انا ككريم الاسئله دي. انا لو جه كلاينت النهارده سالني انت مين، انا بكل بساطه هقول له والله انا اسمي كريم عبد العزيز، شغال في البرودكشن والبوست برودكشن بقالي اكتر من 8 سنين، عندي 7 أعمال في الدول معينة زي مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان والنرويج وبريطانيا. مش فاكر في حاجة تانية ولا لا، بس يعني تمام. طبعا انت ما ينفعش تقول للعميل اصلا انا ناسي، هنا هيشك فيك. دي غلطة انا عملتها دلوقتي حالا وانا قاصد ان انا اغلطها، ولكن لازم تكون محضر المسج دي. حلو كده. طيب بعديها انت بعد ما بتقول له والله ان انا اشتغلت في عدد دول كذا مثلا كمثال، هنا انت بتبدا تفليكس عضلاتك شويه على العميل. طيب بمعنى ايه اللي انا فليكس عضلاتي؟ والله انا اشتغلت في عدد دول كذا، واشتغلت على عدد بروجكتات كذا، وقدرت اللي انا اساعد العملاء واللي انا احل مشاكلهم. وخلي بالك من الكلمه دي، تحل المشاكل دي اكتر كلمه العميل بيحب يسمعها، خصوصا لو مثبته على ارض الواقع. يعني مثلا عميل الايديتنج بتاعه كان زي الزفت، فانت بكل بساطه دخلت قلت له العميل ده انا الكيس بتاعته، الكيس ستادي بتاعته اللي انا بكل بساطه دخلت حليت له مشاكل الايديتنج، فعلى اساس ده الفيوز بتاعت الواتش ريت بتاعته بدات تتحسن. حلو كده حلو كده. بعد ما اكمل المسج اللي هو انا مين، اشتغلت في ايه، وحليت مشاكل قد ايه، انت بتروح على الجزء التاني اللي هو انت بتعمل ايه اصلا. وده هيكون مربوط بالمسج الاولانيه اللي هي فكره انا شغال في البرودكشن. العميل ما بيفهمش الكلمه دي. مفيش حاجه اسمها ان انا شغال في البرودكشن او البوست برودكشن. انا شغال في التصوير، وشغال في المونتاج، وشغال في الموشن، شغال في الجرافيك، شغال في الكونتنت كرييشن. لازم اوضح له المجال، ويفضل ان انت تكتبها بالعربي لان مش كل العملاء عندهم الثقافه بتاعت المجالات دي. مش انت فاهمني. وزي ما قلت لك هنا هي الفكره كلها في السؤال بتاع ليه انت مش حد تاني، انت بتعرض مهاراتك. والله مثلا انا دخلت دلوقتي للعميل، العميل طالب ان هو عايز شخص وان مان كرو. حلو كده. فبكل بساطه خش اقول له والله انا فلان، نفس المسج اللي انا لسه قايلها لك، انا فلان الفلاني، شغال في التصوير وفي المونتاج وفي الكتابه وفي الموشن، واقدر اساعدك بواحد اتنين تلاته اربعه. حلو كده. هنا انت بتبدا تفلكس عضلاتك شويه على العميل، ما تنساش النقطه دي. هتقولي لا احس ان انا شخص وحش لو انا عملت فليكس للعضلات بتاعتي على العميل. هقول لك لا، لان الفكره في حاجه، انت في منك كتير في السوق. حلو كده. طب انت ايه اللي هيميزك عنهم؟ طيب تعالى ناخدها كده بمثال صغير لازم تفهم التفكير ده. طيب انا دلوقتي كريم، حلو كده، بنافس 100 شخص في المجال. يعني خلينا نقول ده كريم، خلينا نقول ده كريم، ودول ال 100 شخص اللي كريم بينافسهم. حلو كده. كريم عنده قيمه بيقدمها، في 50 شخص بيقدموا قيمه في الشغل بتاعهم. طيب كريم عنده سرعه، في 20 شخص بس اللي عندهم سرعه. طيب كريم والله عنده اسلوب وبيعرف يهندل العملاء وبيعرف يحل المشاكل وبيعرف يتكلم مع العملاء، في 10 اشخاص بس. هفضل اطلع المميزات دي لغايه لما اوصل لفكره ان انا بنافس 5 أو 7 في المجال، عشان اتاكد من فكره ان انا فعلا عندي قيمه حقيقيه ولا لا. وعلى فكره في بعض القيم هي دلوقتي مش منتشره، زي فكره الاحترام، فكره اللي انت تتكلم مع العميل كويس، فكره اللي انت تعرف تحل له مشاكله. مش كل الناس عندها المشاكل، يعني مش كل الناس عندها للاسف المميزات دي. ودي انا اكتشفتها مؤخرا، ان العميل ما بقاش يدور على الشخص التكنيكال الشاطر على قد اللي يكون عنده سوفت سكيلز شاطره. بمعنى صح،
بمعنى ايه؟ زي ان هو بيعرف يتفاوض، بيعرف يتكلم، بيعرف يحل مشاكل، بيعرف يهندل كل الكلام ده. دي كلها مهارات هي لازم تكون عندك، سواء انت ايا كان من المهن اللي احنا ذكرناها قبل كده. فعشان نستكمل الفيديو، هنا انت بتفليكس عضلاتك عادي جدا، وبتخلي العميل يركز عليك انت هنا بتحط سبوت عليك انت. يعني مثلا خلينا نجيب الموبايل ثانيه كده. انت هنا لو انت في هنا 100 قلم، فانت هنا انت بتعمل سبوت على القلم ده اللي هو انت هنا بتعمل سبوت على عضلاتك. فاهم الفكره؟ فهنا بالتالي العميل مش هيبص على غيرك انت. تمام. هنا احنا اتكلمنا على فكره الثلاث اسئله لازم تكون مخلي بالك منهم لو انت داخل تتكلم مع عميل، او داخل ان انت تحاول تجيب اول عميل. دي انت بتسبق، دي السبقه قبل ما تخش اصلا ازاي اصلا هتدور على العميل. ممكن يكون الفيديو باين معكوس، بس لا، انا قاصد الترتيب ده لان هي الفكره كلها مش كل الناس عارفه العملاء بتفكر ازاي. طبعا في جزء اكبر، بس احنا مش بنتكلم على الحته دي. يعني لو انت جبت اول عميل مش هيكون البيرفكت بالنسبه لك، فقد يبدو الكلام ضخم ولكن هو بسيط مقارنه بالعملاء اللي انت هتجيبها في الاول. خش على الجزء الثاني من الفيديو، وهي فكره دوائر الشغل. يعني ايه دوائر الشغل يا عم كريم؟ دوائر الشغل دي يا حبيبي هي بكل بساطه العملاء بتيجي منين. ماشي، العملاء بتيجي منين؟ وعشان انا راجل مسن وبقيت انسى كتير، فانا هقول انا كاتبهم هنا. عموما العملاء بتيجي منين؟ اول حاجه من الشركات، تاني حاجه اوفلاين، تالت حاجه صحابك، رابع حاجه زمايلك في المجال. وهنا في فرق ما بين زمايلك وصحابك، هفهمك ليه دلوقتي. حلو كده. وبعدين مواقع الفريلانس، وبعدين السوشيال ميديا. حلو كده. واخر واهم حاجه في كل السبع حاجات دول وهي الترشيحات. خليك كده راجعهم: 1 2 3 4 5 6 7. سبع حاجات. خلينا كده هناخد نقطة واحدة واحدة. هناخد أول نقطة اللي هي فكرة الشركات وأصحابها. طيب هتقول لي هي الشركات هتديني عميل من عندها ليه؟ هقول لك بكل بساطة. في حوالي 3 شركات من أصل 13 شركة أنا اشتغلت معاهم. حلو كده. سبحان الله، يعني ما زلنا بنتكلم لغاية النهاردة. ال3 شركات دول هم كانوا معتمدين عليا في شغل الفول تايم وشغل الفريلانس، لما أنا قررت إن أنا أبدأ أمشي من الشركة أو إن أنا أشوف حاجة أحسن بمعنى صح. حلو كده. هنا في نقطة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، اللي هي فكرة اللي انت لو مشيت من شركة لازم تمشي بشكل كويس. يعني ما تبقاش قليل الادب وتبقى ماشي، اللي هو مثلا ما تحطش الهاند اوفر بتاعك. يعني ما تعملش هاند اوفر للشخص اللي بعديك كمثال. ما تبلغش اصلا، اللي هو يجي اول الشهر تستلم مرتبك تقفل تليفونك وما تروحش. انت كده عبيط. يعني انا اسف مع كامل احترامي لحضرتك، انت كده عبيط. ليه؟ لان هي الفكرة في حاجة، هي المجال كله دايرة. فايا كان اللي هتعمله هو انت هتعرفه في يوم من الايام، خصوصا لو انت كبرت. فخلي بالك من النقطه دي. نرجع نستكمل المثال اللي انا عايز اقوله، وهي فكره ان الشركات دي لغايه النهارده ما زالت بتعتمد عليا في بعض الشغل للفريلانس. حلو كده. هو مش دايم، ولكن ممكن اقول لك مثلا على كل 3 شهور ممكن اشتغل معاهم من 4 ل6 بروجكتات. حلو كده. ده كل شركه مش شركه واحده، فده مش دايم. حلو كده. ده هقدر اوصل له ازاي؟ انا بقدر اوصل له من اصحاب الشركات نفسها، يعني السي او. انا بالنسبه لي انا كان عندي نقطه بحب دايما اللي انا اعملها. انا ما كنتش بعتمد الاتش ار، وما كنتش بعتمد التيم ليدر، ما كنتش بعتمد اي ممبر معايا في الشغل. انا بفتح الباب، انا عايز اقعد مع صاحب الشغل. بكل بساطه انا كنت راجل بجح للاسف، وما زلت لغايه النهارده عادي جدا. وبقول لهم اللي انا عايز افضل قاعد مع صاحب الشركه، انا عايز يا اما اتعلم منه يا اما احتك بيه. حلو كده. ده ميزني في حته ايه؟ ان خلاهم يشوفوني اكتر ويشوفوا عقليتي اكتر والاحتكاك ما بيننا اكتر. وفي نفس الوقت انت لو شغل الفول تايم بتاعك اصلا كويس، انت بتتحط اصلا في دماغ الشخص، لان مفيش شركه دلوقتي بتدور على ناس. كل الشركات دلوقتي بتبقى معاها علاقات من ناس اشتغلوا معاها، فبيستثمروا في العلاقات دي بمعنى صح. مش لسه اروح ادور على حد ولسه هقعد اعلمه واستثمر فيه. يعني ده تفكير غالبيه الشركات المحترمه عشان بس ايه نفصل الكلام ده. الطريقه الثانيه وهي صحابك. في هنا انا قلت لك صحابك، يعني رقم 2 صحابك ورقم 3 زمايلك. في فرق ما بين صحابك وزمايلك على فكره. زمايلك دول اللي هم في الشغل. يعني انا مثلا لو انت تعرفني بشكل شخصي انا هكون زميلك مش صاحبك. زميلك في الشغل حاجه، وصاحبك اللي على القهوه حاجه. حلو كده. طيب هتقول لي صاحبك هيفيدك بايه وزميلك هيفيدك بايه؟ خلينا ناخد زميلك، لان زميلك دي هتكون اسهل بكتير جدا. زميلك في الشغل مثلا لو انا مثلا اعرف اكس فلان. حلو كده. اكس ده ربنا كرمه وبيشتغل فريلانس. حلو كده. فهخش بكل بساطه ابعت له: ازيك يا اكس، انا بكل بساطه لو في فريلانسيه مثلا معاك وحابب ان انا سبورت معاك فيها، خلينا نشتغل. حلو كده. بس بشرط ان هو يكون في علاقه. يعني ما تبقاش مثلا انت ما تعرفش الشخص ده وتخش تقول له معلش يا اسطى ما تشغلني معاك. انت كده مش، ده مش زميلك، انت كده استغلالي ومصلحه دي. انا اسف يعني. بس ايا كان، فهي الفكره كلها انت بتخش تبعت له. يعني انا مثلا في ناس صحابي وببعت لناس صحابي
في بعض الاوقات لما الدنيا بتكون ضيقه علينا، واحد صاحبي مثلا يخش يبعت لي كريم بقول لك ايه، انا لسه شاري معدات تصوير جديده، ما لو احتجت اي حاجه كلمني انا معاك. فيكون جايب معدات احسن مني، فلو انا عندي كلاينت محتاج كواليتي اعلى هجيبه. كمثال كلاينت مثلا داخل لي ببلقايه دي اللي هو بروجكت كبير قوي ومحتاج فيه حد، ومثلا كان في محمود مكلمني يا كريم انا معايا جهاز سريع، انا السعر بتاعي كويس، انا بعرف اتعامل في البريف وبعرف التزم بالشغل. فالشخص زي ده هو هيعلق في دماغي. طب مين اول شخص هيجي في دماغي؟ محمود. ليه؟ لان محمود دايما بيكلمني. فخلي بالك من الحته دي بالنسبه لفكره زميلك. بالنسبه لاصحابك طبعا يعني بص، بما ان انا شخص مش من حواري التجمع والمعادي والكلام الجميل ده، يعني أنا طالع من حاره شعبيه، فانا متفق على فكره ان الصاحب دايما لصاحبه. حلو كده. ياما ناس صحابي طلبوا مساعده وساعدتهم، وياما ناس من صحابي برضو انا طلبت منهم مساعده وساعدوني. طب هل ده حصل في حياتك؟ لا، بس انا شفت حالات زي دي، يعني شفت صحاب سالكه لبعضيها بتساعد بعضها وبيجيبوا شغل وبينزلوا يدوروا لصحابهم على شغل. طبعا هم قليلين قوي في الدنيا دي، بس يعني نقطه لازم تتذكر، لان النقطه دي لو انت صحابك كويسين يا بختك بيهم، هيساعدوك. عشان نكون متفقين مش كل الناس رزقها في صحابها. حلو كده. ده بالنسبه لنقطه الصحاب. وبالنسبه لنقطه الزمايل، طبعا انت هتقول لي يا عم ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، انا فاتح الفيديو عشان اتفرج على الكلام ده؟ اسمع كمل لغايه الاخر، اتقل على رزقك. طيب النقطه رقم 4 وهي فكره السوشيال ميديا. طيب انا بالنسبه لي السوشيال ميديا هي كانت مصدر رزقي لفتره طويله جدا. السوشيال ميديا بالنسبه لي تنقسم لثلاث مراحل: فيسبوك، انستجرام، والملعون اللي محدش بيحبه لينكد ان. فيسبوك انا بشتغل عليه بي هو فكره البيرسونال براندنج، انا ببني البيرسونال براندنج بتاعي هناك بمعنى صح، وتيك توك كذلك. حلو كده. وانستجرام انا مش بنزل عليه حاجه غير البورتفوليو بتاعي، يعني انا سايب هناك اصلا بورتفوليو فوتوغرافي من 3-4 سنين، في ايام ما كنت بصور ايفنتات يعني. فانا كنت سايب جزء من شغلي هناك، فما يزال بيجي لي شغل عليه لغايه دلوقتي. ولما بدات ان انا في فتره ما اللي انا انزل عليه كونتنت، بدا الناس توصل لي من بره مصر اللي هو عايزين نشتغل معاك. ما كانوش كتير، كانوا 2. حلو كده. 2 دول في 3 شهور، وده معدل حلو على فكره. وعندك النقطه الثانيه وهي فكره الفيسبوك وتيك توك. حلو كده. فيسبوك دايما انا بنزل عليه كونتنت، فدايما متشاف وحواليا كونكشنز كتير، فانا دايما ثابت في دماغهم. مش ده الولد اللي بيعمل كونتنت عن الفيديو اديتنج، مش ده الولد اللي بيعمل كونتنت عن البرودكشن، مش ده مش عارف ايه، مش ده كريم مش عارف ايه. وعشان برضو في ميزه صغيره اللي انا اسمي كريم عبد العزيز، مش الممثل، فانت عندك الفيس تقدر تستغله. طيب هكمل لك برضو في حاجه صغيره في فكره المنصات دي. لينكد ان الناس كلها مش بتحبه، معرفش ليه، لما انه كان سبب من فترات ان هو يخليني اشتغل في شركات كويسه لحد ما. فزي ما قلت لك لينكد ان هيرجع لفكره بقى الشركات واصحابها، اللي هي النقطه الاولى اللي انت بتجيلك اصلا شغل فريلانس، وده برضو حصل اكتر من مره. حلو كده. طيب هل السوشيال ميديا خلصت على كده؟ لا، كل المنصات دي فيها جروبات. حلو كده. فيها رسائل تقدر تخش بكل بساطه. لو انت في عميل منزل، انت دلوقتي هتخش الجروب. حلو كده. جروب مثلا مونتاج عيال مش عارف ايه، وبتعمل مونتاج عيال جامده ومونتاجها اجمد كمثال في 2026. هخش بكل بساطه، يا اما انا هنزل بوست اللي انا والله بدور على اول كلاينت ليا واقدم تنازلات، ده لازم. او لو نفس الكلاينت منزل على البوست بتاع شباب روشه وعامله دوشه والحاجات الجروبات الغريبه دي، ونفس الكلاينت بيتكلم على فكره اللي هو انا والله عايز مونتير، هخش بكل بساطه ابعت له رسائل او هخش اكتب له كومنت. حلو كده. بس ما ترفعش طموحك قوي عشان ما ينزلش على دماغك، خلينا نكون متفقين. لان غالبيه العملاء دلوقتي مش بتدور على الجونيور، فاول عميل شويه هيكون صعب. هو مش مستحيل، خلي بالك، هو مش مستحيل، هو صعب شويتين. لان انا فاكر مثلا ان انا فاكر في اول مره لما حد قال لي طب ما تنزل على الفيس، نزلت على الفيس مره واحده بس جالي اكتئاب، قعدت 3 شهور مش عارف اشتغل. ما طبيعي. هقول لك ليه. لان انت بكل بساطه انت ما عندكش مبدا الاستمراريه. أنا النهارده انزل بوست، بكره انزل بوست، بعده انزل بوست. حط دايما في دماغك فكره اللي انا عليا فلوس اخر الشهر ولما ما اتدفعتش انا هتسجن. يعني حاول تتخيل السيناريو ده. السيناريو ده هيحركك كويس جدا على فكره. او اللي انت لو انت عندك اقساط، او لو انت عايز تشتغل او عايز تحقق ذاتك، حاجات اللي هي بتاعت الناس اللي عندها شغف دي. فحاول تخلي بالك من النقطه دي كويس جدا، وهي فكره الجروبات، فكره اللي انت تخش تبعت للناس دي ام. حلو كده. وفي حته الدي ام دي في حركه كده انا كنت يعني كان نفسي اعملها زمان، بس يعني خلاص بقى يعني الوضع ما بقاش سامح. وهي فكره ايه؟ اللي انا اخش لحد بيعمل كونتنت على السوشيال ميديا كمثال،
واخش اقول له والله بص حضرتك عندك مشكله في 1 2 3 4 ودي تتحل ب1 2 3 4. هنا انت عملت حاجه حلوه قوي بس حاجه وحشه برضه في نفس الوقت. الحاجه الحلوه اللي انت دخلت عملت فليكس للعضلات بتاعتك اللي انت واد جامد وعينك بتلقط الفريم واخد بالك من كل حاجه، فالعميل ممكن يفكر ان هو يشتغل معاك. بس الحاجه الوحشه اللي انت يعني في ديننا بمعنى صح لا تبايع على بيعه اخيك. يعني لو صاحبك او اخوك في الدين بيبيع اوعى تروح تبيع عليه، فاهم الفكره؟ الا لو البيعه باظت فخلاص مثلا الديل خلص فخلاص فانت هتخش تبيع خلاص انت كده حقك اللي انت تخش، فما تبيعش على بيعه حد. او لو هو بس شخص بيعمل مونتاج كارثي فدي فرصتك اللي انت بقى تخش. يعني لو مونتاج حرفيا ما يدفعش فيه 2 جنيه ونص في الساعه خش براحتك يعني. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. المهم حلو كده، انت ده كده بالنسبه لفكره السوشيال ميديا ازاي اقدر استغلها. حلو كده، لينكد ان بينزل عليه دايما وظايف، الوظايف هتوصلك باصحاب الشركات، اصحاب الشركات هيوصلوك لحته اللي انت لو مشيت في يوم من الايام هتعرف تشتغل فريلانس، وهيوصلك برضو اللي انت تعمل زمايل في المجال، فبالتالي هتعرف تشتغل معاهم في يوم من الايام لو الناس دي سالكه. امن على الكلمه دي اهم كلمه في اي فيديو هتلاقيني بقول لك، لو الناس دي سالكه تعرف تشتغل معاهم، لو الناس دي ما شافتش تربيه بسلكان وربع جنيه بسلكان وبربع جنيه باي حاجه على العوض ومنه العوض. حلو كده، دي كده كانت النقطه الرابعه اللي هي فكره السوشيال ميديا. النقطه الخامسه ودي بقى ايه، خلينا دي ممكن تقوم خناقه عليا، وهي فكره اللي انت تبقى عامل زي مندوب المبيعات. عارف انت لما انت تبقى قاعد في مستشفى وتلاقي راجل كده لابس لبس كويس او بنت لابسه لبس كويس وتخش تخبط على التمرجيه تقول لها معلش اصل انا عايز اقابل الدكتور الفلاني الفلاني عايز اقعد معاه 5 دقايق، هو انت مش هقول لك هتعمل زيهم اللي بيعملوه مش عيب، بالعكس انت هتعمل احسن منهم. هقول لك ليه، انت هتخش بكل بساطه انا محتاج ان انا اتكلم مع الراجل الفلاني، انت مين؟ انا والله كذا كذا محتاج ان انا اتكلم معاه في شغل، حتى لو دقيقتين لو دقيقتين انت قادر ان انت تعمل. بس انت قبل ما تعمل يعني قبل ما تستخدم الطريقه الاوفلاين دي وهي بكل بساطه انت هتنزل تختار ايه الشريحه اللي انا عايز اشتغل فيها. يعني انا عايز اشتغل في عقارات ولا عايز اشتغل في طب مجال الطبي ولا عايز اشتغل مع مدرسين ولا عايز اشتغل مع مطاعم ولا عايز اشتغل مع عربيات. مثلا لو انا هشتغل مع مدرسين فانا اروح سنتر اخش اخبط الباب سلام عليكم فين المستر فلان الفلاني. بس انصحك ان انت تكون مختار مدرس تكون مثلا كده محدد قائمه فيها 5 مدرسين، انا هنزل لده، ده مواعيده كذا وده مواعيده كذا وده مواعيده كذا، فانا هنزل لده وده وده واكيد هطلع بواحد يعني اكيد. حلو كده، الطريقه دي كانت تبدو غريبه شويه ولكن مش لو قلت لك انزل دور على اكل عيشك مش هتنزل، فما ترجعش تشتكي اللي انت مش لاقي شغل فريلانس. حلو كده، فالطريقه الاوفلاين دي انا دايما بحب اللي انا يعني اتكلم بيها رغم ان هي اصلا مش منتشره في السوق المصري بتاعنا، ولكن انت لو بصيت على فيديوهات الاجانب يعني مثلا لو بصيت على الفوتوغرافرز اللي في نيويورك سكوير حلو كده بيعرضوا على الناس اللي هم يصوروهم ببلاش وبيعملوا بيهم كونتنت، فبالتالي بيجي لهم شغل اجانب. يعني لو انت عندك عقده الخواجه يعني فهو النقطه الاوفلاين دي هي مهمه، اللي انت لازم تنزل لابس لبس كويس. مش بقول لك انزل بقى البس بدله البس لبس كويس سيمي فورمال او لبس شبابي عادي، خليك مريح ما تكونش فيك، وانزل اتكلم بكل بساطه وقول انا كذا كذا واقدر اساعدك بكذا كذا. ده لو انت مصور او مونتير او جرافيك ديزاينر او ايا كان. حلو كده. طب هتقولي هو انا ازاي هتكلم وانا معيش سابقه اعمال؟ ده بقى فيديو تاني نعمله ازاي تعمل سابقه اعمال تخليك تعرف تشتغل اصلا يعني لو انتوا عايزين ده يعني، بس الصحه مش جايبه اليومين دول. حلو كده، النقطه السادسه ودي بتحتاج قدر من الخبره، لو انت جونيور يعني اتكل على الله، يعني دي مش حاسس ان هي هتناسبك، عشان النقطه دي جابت لي اكتئاب وانا 18 سنه لما دخلت على مواقع الفريلانس ولقيت عناتيل. انا حرفيا عارف انت اللي هو ايه، في ميم كده هحاول ادور عليه واحطه لو انا لقيته، انا حرفيا كنت عامل زي الراجل ده يعني ناس كتير معضله وانا يعني فيستك شبه الصباع الصغير. فالحاجه دي جابت لي اكتئاب اللي هو لا انا مكاني مش هنا. فخلي بالك من النقطه دي. مواقع الفريلانس زي اب وورك زي فريلانس زي بيبل بالاور زي فايفر، مواقع فريلانس كتير هي كفيله ان هي تخليك تشتغل، فاهم الفكره؟ بس الفكره كلها برضو لازم تتعلم طريقه العرض وازاي تخش تتكلم مع العملاء. فمواقع الفريلانس هي مهمه جدا عشان تقدر توصل لاول كلاينت فريلانس.
بس انا بشوف انا ليه حطيت مواقع الفريلانس رقم 6، عشان بكل بساطه انت محتاج على الاقل بورتفوليو فيه 4-5 فيديوهات كويسين عشان تخش بس تنافس على مواقع الفريلانس. طيب هل انا قادر ان انا اعمل مواقع الفريلانس دول؟ زي ما قلت لك، لو انتوا عايزين فيديو ازاي نعمل اصلا دامي بورتفوليو بمعنى صح بحيث ان احنا نقدر نشتغل بيه، انا ما عنديش مشكله. ابقوا اكتبوا لي بس في الكومنتس لو انتوا اصلا وصلتوا، يعني لو في حد وصل في الجزء ده، عشان انا عارف ان الفيديو طويل قوي. طيب النقطه السابعه، ودي اهم حاجه. النقطه دي كانت والله كانت سبب رزق كبير اكبر من السوشيال ميديا في شغلي. طيب وهي فكره ايه؟ وهي فكره الترشيحات او الريكومنديشنز بمعنى اصح. طيب ايه الكلام الخزعبلي اللي انت بتقوله ده؟ بص هقول لك على حاجه. الترشيحات، انا دلوقتي انا في دايره واحد، حلو كده، دايره واحد ودايره اتنين ودايره تلاته ودايره اربعه، الاربع دوائر دول يعرفوني، حلو كده. طب كلام جميل كلام جميل. طيب وبعدين الاربع دوائر دول انا بتعمد اللي انا اظهر فيهم كمونتير، كمصور، كديزاينر، ككونتنت كريتور، كايا كان المهنه بتاعتك. الاربع دوائر دول هم مكونين من مين؟ يا اما اصحابك يا اما زمايلك، حلو كده، يا اما اصحاب شركات، يا اما عملاء من بره مصر، على حسب الدوائر بتاعتك. كل دايره بيحتمل فيها كل الكلام اللي انا بقوله ده. لو في مثلا عميل الشخص من ال40 دول جابه وقال له احنا عايزين دلوقتي، احنا بندور على مصور، ففي فلاش باك هيحصل للشخص ده اللي هو من ال40، هيجي يقول انا اعرف كذا كذا وده البورتفوليو بتاعه وانا ممكن اكلمه نشتغل معاه. وانت لو جامد بنسبه 99.9 الكلاينت هيقول ان انت عايز تشتغل معاه. النقطة التانية فكرة الترشيحات، وهي فكرة ان انت تكون عارف صحاب شركات كتير. هنا بقى انت بتتحول من الشخص اللي بيدور على رزقه للشخص اللي بيساعد الناس ان هم ربنا يرزقهم، يعني بمعنى اصح. ودي مرحلة انا محطوط فيها حاليا، لان انا على كونكشنز كتير بناس اصحاب بيزنس كتير. فبالتالي لما مثلا حد منهم يجي يقول لي كريم هو انت تعرف اديتور شاطر في بادجت مميزه، مثلا هنقول مثلا بادجت للجونيور او للميد ليفل، هتقول لي طب هو ليه ما يكلمش كريم ويشتغل معاه؟ ما هو هقول لك على حاجه، ما هو كريم ده مثلا راجل اكسبرت في حته معينه، وهو مثلا في وسط الكونكشنز دي الناس بتبقى عارفه ان هو شغال فريلانس، فهو مثلا مش مهتم بفكره الفول تايم كمثال، وده حصل برضو الفتره الاخيره. فبكل بساطه، طب كريم ما تنزل لنا مثلا بوست هايرنج عندك اللي احنا عايزين فريلانسر او حد فول تايم. طيب كويس، فكريم ينزل، فبالتالي في ناس تبدا تشتغل. فهمت الدايره ماشيه ازاي؟ انا عارف ان هي ممكن تكون دايره غريبه شويه، بس انا بقول لك انا عايشها وبعملها دلوقتي. فهي الفكره كلها اللي انت كل ما الدايره بتاعتك تكبر. اللمبه طفت وانا ما خدتش بالي، بس مش مشكله، مش هصلحها، خليها فاصله. الفكره كلها في ايه؟ اللي انت كل ما الدواير بتاعتك تكتر كل ما ترشيحاتك بتزيد. بس هنا ده ليه كان جانب سلبي مش هنتكلم عليه دلوقتي، يعني هنتكلم عليه في اي حته تانية. دي بالنسبه لفكره دوائر الشغل. طبعا انت فاكر ان انا خلصت الفيديو، بس لا، لسه في جزء تاني احنا هنتكلم عنه، هي فكره انت ازاي هتخش للعميل او هتخش تكلمه ازاي اصلا. عشان ما يكونش الفيديو طويل شويه، يعني ده ممكن نفصله كفيديو تاني، لسه مش متاكد والله ان احنا ممكن نعمل فيديو ازاي اصلا تتكلم مع العميل. خصوصا ان انا من نوعيه اللي انا بحب اللي انا اعرض جزء من العملاء بتوعي ازاي جبتهم اصلا على السوشيال ميديا، او ازاي هم وصلوا لي. وده انا عملته في فيديو قبل كده، اللي هو ازاي اتفاوضت مع عميل على $800 وازاي عملت اول $1000 من الفريلانس. فممكن تتفرجوا على الفيديوهين دول، هيفيدوكوا الى حد ما، هيديكوا تجربه عشان ما حدش يرفع العشم ان هو يخش يعمل $1000. انا على $1000 عملتها بعد 6 سنين او 5 سنين شغل تقريبا، مش فاكر، عشان ما حدش بس يخش يتحمس ايه ده الراجل ده بيعمل دولارات واحنا نعمل زي، طب يلا بينا، فيخش هيزعل. فواحده واحده بكل بساطه. الملخص الفيديو ده ايه كده بقى، كده ايه، نقفل البتاعه دي. ملخص الفيديو ده ايه؟ دي 7 حاجات انا كنت دايما بعتمد عليهم لفكره، هو مش بعتمد عليهم كلهم، يعني في مثلا نقطتين انا ذكرتهم، النقط دي هي بتجيب عند ناس تانية بس ما جابتش معايا انا. اكاد اجزم لك وهتفتكر الفيديو ده ان انت لو جربت ال7 على مدار الشهر اكاد اجزم لك ان انت تطلع باول كلاينت. هقول لك على حاجه، افتكر دايما ان مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر. نزلت لعميل اوفلاين هزقك، هنا انت فهمت فكره ازاي تعرف تتعامل مع العملاء، ازاي تتعامل مع نوعيه العملاء السيئه دي، اللي هو فكره لو هزقك هتعمل معاه ايه كمثال.
كمثال مش هيهزقك، لو هزقك اديله بالجزمه عادي جدا. ازاي اصلا هتتكلم مع فكره العملاء؟ ازاي تكسر اصلا حاجز الرهاب الاجتماعي اللي عندك، اللي انت اصلا تنزل تشتغل او تنزل تدور على شغل اوفلاين؟ فكره ان انت تعرض شغلك دايما على مواقع الفريلانس، فكره دايما ان انت تعرض شغلك على مواقع السوشيال ميديا زي لينكد وفيس وانستا وتيك توك، كل المنصات. هتقول لي طب ما الناس هتتريق عليا يا عم كريم، وانا هزعل وهكتئب في البيت طز ولا يفرق لك. افتكر دايما ان مفيش حد هيجي اخر الشهر يديك، كان نفسي والله اطلع لكم 5 جنيه من هنا بس مفيش. مفيش حد هيجي يديك فلوس يقول لك خد الفلوس دي تمام، اخر 5 جنيه باينه، 5 جنيه باينه اهي. مش مفيش حد هيجي يديك فلوس يقول لك خدها اصرف على نفسك وادفع فاتوره النت، او خدها هات لاكل لنفسك او اي حاجه. لان انا اتحطيت في الحاجات دي قبل كده. مفيش حد هيجي يصرف عليك غير اهلك بقى، يعني لو ربنا لو هم عايشين يعني ربنا يديهم طول العمر، ولو مش موجودين ربنا يرحمهم. فما فيش حد هيصرف عليك. الناس هتتكلم دايما. وافتكر دايما ان الناس بتحب تتكلم، ناس ما وراهاش حاجه غير ان هي تكون فاضيه وبتحب ان هي تتكلم. فهقول لك انا بتعامل مع الموضوع ده ازاي، عشان احنا كده خلاص خلصنا الفيديو. وهي فكره طالما انا بنام على السرير دماغي بتقول ان انا النهارده سعيد وما عملتش حاجه حرام او تزعل ربنا مني، فانا تمام. ابو الناس على ابو كلامهم على ابوهم هم شخصيا. ده مبدا انا بحب دايما ان انا امشي بيه في حياتي. طالما انا ما بعملش حاجه غلط او مش بزعل ربنا مني، طز في الناس. بس الناس هتقعد تتريق عليك، هيقول بص العيل الصغير اللي مش لاقي كلاينتس ازاي. انا بعمل على فكره نفس لغايه دلوقتي، لسه لغايه دلوقتي بنفس النظام. بعد ما الدنيا ابتدت تكبر معايا الحمد لله، لسه ما زلت منزل بوستس عندي اللي انا محتاج ان انا اشتغل مع كلاينتس جداد. الناس هتتكلم تقول بقى الحق اصل ده مش لاقي شغل، اصل مش عارف ايه. في حاجات كده بتحصل في الديره للناس التقيله في الشغل بتاعها، ان هي بتمشي علاقات اكتر من تحت الترابيزه، وبتمشي في الطريقه الاوفلاين اكتر. ان انا اعرف فلان فمش هضطر ان انا اروح اشتغل على السوشيال ميديا او ان انا اتكلم على السوشيال ميديا. ففي حاجات كده يعني ايه، لو انت تحت لسه ما شفتش حاجه في الدنيا يعني، فانت لما تكبر هتفهم كلامي شويه. فهي الفكره كلها طالما انا ما بعملش حاجه غلط، طالما انا بسعى بالحلال وبحاول اوسع رزقي، انا تمام. سيبك من الناس وسيبك من كل الحاجات دي. اتمنى ان الفيديو ما يكونش طول. يعني مش عارف هو الفيديو هيطلع كام دقيقه لغايه دلوقتي، بس اتمنى ان هو ما يكونش طويل عليكم. ولو افدتك اتمنى انك تدعي لي، ولو ما افدتكش ادعي لي برضه ان ربنا يهديني. وبس كده احنا خلصنا. ممكن تقفل الفيديو عادي، مفيش حاجه تانية هقولها دلوقتي خلاص. فتمام.